نفسك تيجي أحسن واحد يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على ذكر معين لو قلناه هنيجي عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة مفيش حد أحسن مننا لو قلنا الذكر ده، واللي يقولوا مننا أكتر مننا هو بس اللي هيبقى أحسن مننا في الأول. لما بنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنت كده زودت كمان في الميزان لما هبعت عن ربنا سبحانه وتعالى أي شيء. له الملك. اقعد افتكر حاجة من الملك اللي في الدنيا: ملك الحسنات، ملك الجنات، ملك الراحة، ملك السكينة، ملك الطمأنينة، كلها بإيد ربنا سبحانه وتعالى وحده. فله الحمد إن هو الملك سبحانه وتعالى، لأن ما فيش حد غير ربنا سبحانه وتعالى يستحق الحمد والثناء زيه سبحانه وتعالى، لأن هو اللي بيمدنا ويدينا كل حاجة، وهو على كل شيء قدير. بتطمنك في الآخر أراد يديك مليون جنيه هيديك مليون جنيه. لو أراد إنه يديك مشاعر قد كده من الطمأنينة والرحمة والطيبة في الناس اللي حواليك هيديك المشاعر دي لو فيها خير ليك. فهو قدير سبحانه، قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. فحط في دماغك كل حاجة نفسك فيها وأنت عمال تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، واطمن لأنه سبحانه على ما يشاء